في سنة 2006 في كوريا الجنوبية ستات وبنات بدأوا ان هم يختفوا من الشوارع واحدة ورا التانية، وبعد لما بيلاقوهم ميتين وكلهم بنفس الشكل وبنفس الهيئة، واللي مع الوقت ومرور السنين هيكتشفوا ان اللي ورا كل ده هو واحد من اغرب واخر القتلة المتسلسلين في تاريخ كوريا كلها. ولما تكمل معايا الفيديو هتعرف ليه ده تحديدا كان اخر قاتل متسلسل في كوريا من 20 سنة. فهمتك معايا نوصل الفيديو ده ل 5000 لايك، لان ده بيساعد الفيديو ان هو ينتشر اكتر واكتر، وكمان يا ريت تصلي على حضرة النبي. وبسم الله ونبدأ بكوهات جديدة. الموضوع بيبدأ في سنة 2006 في اقليم كيونجي في كوريا الجنوبية. بدأ يظهر حاجة مش معتادة في كوريا في الوقت ده، وهي اختفاءات متتالية للبنات والستات واحدة ورا التانية، وكل واحدة فيهم تختفي وبعد ما يلاقوها تبقى عبارة عن جثة ومتخلص عليها بنفس الطريقة اللي هتعرفوها بعد كده. وده طبعا اللي بيخلي سكان المقاطعة دول عايشين في رعب طول الوقت ان الدور ممكن يكون عليهم او حتى على حد من قرايبهم. ومع زيادة اختفاء الحالات بالشكل ده، اشهر محقق جنائي في كوريا الجنوبية في الوقت ده تحديدا قال ان هو هيدعبس في القضية دي علشان يعرف ايه اللي بيحصل بنفسه. وفعلا راح المقاطعة دي وكان بيقف عند موقف الاتوبيسات تحديدا. بدأ ان هو يراقب المكان، يشوف طبيعة الناس وسلوكياتهم، ويلاحظ ان السكان اللي موجودين في المقاطعة دي طيبين جدا. ناس مثلا وهو واقف تعدي عليه بالعربية وتقول له ان الجو برد، انت ليه واقف لوحدك كده، وانك لو ساكن قريب تعال نوصلك، طيب مش محتاج اي حاجة. وساعتها الموضوع نور في دماغه وفهم ان في احتمال كبير ان في حد بيستغل طيبة الناس دي لأغراضه الدنيئة. وده بالظبط اللي هيبدأ يتلاحظ في النمط اللي بيختفي بيه الستات والبنات دول. أول واقعة اختفاء كانت في سبتمبر من سنة 2006 لبنت عندها 23 سنة واسمها يون. والبنت دي كانت في طريقها لشغلها، وفي واحد وقف لها بالعربية وعرض عليها ان هو يوصلها في طريقه، ومن بعدها يون تختفي عن الانظار تماما. وبعد شوية وقت يكتشفوا جثتها مخنوقة بالشراب الشفاف اللي كانت لابساه، واللي بالمناسبة كانت الشرابات دي مشهورة جدا في التوقيت ده. يعدي شوية وقت وتحديدا بعد 3 شهور في ديسمبر من سنة 2006 في حفلة من الحفلات، ست اسمها بي عندها 45 سنة. الست دي تتعرف على شاب من الشباب اللي كانوا موجودين هناك وتخرج معاه بعد الحفلة ما تنتهي، واللي من بعدها تختفي عن الأنظار تماما. وبعد شوية وقت يكتشفوا برضو جثتها على نفس الهيئة بتاعت اللي قبلها، برضو مخنوقة بالشراب الشفاف اللي كانت لابساه. يعدي اسبوعين وفي نفس الكازينو برضو بنت اسمها بارك عندها 36 سنة، وكانت شغالة برضو في المكان ده، وكمان بنفس الطريقة تتشاف خارجة مع شاب في اليوم ده، وبعد كده تختفي عن الأنظار تماما. يعدي وقت بسيط حوالي اسبوعين، ست عندها 52 سنة تختفي ويتبلغ عن اختفائها هي كمان، وبعد شوية وقت يلاقوا جثتها على نفس الوضع بالظبط. واللي بدأوا يلاحظوه ان الفاعل ده مش بيستهدف نوعية ستات معينة. بعد 3 أيام بس في 6 يناير من سنة 2007 واحدة اسمها كيم وعندها 37 سنة طلعت مع شاب، راحوا اتعشوا مع بعض، وبعد كده طلعوا على اوتيل قضوا ليلة محرمة مع بعضهم، وبعد كده نزلوا قعدوا في العربية شوية وقت مع بعض. ولكن بعدها بأيام يكتشفوا جثتها هي كمان مخنوقة بجرافات ترجالي. تاني يوم 7 يناير الوقت في التوقيت ده كان ساقع جدا لدرجة ان في تلج كان بينزل من الجو، وكان في بنت اسمها يون وعندها 20 سنة واقفة ومستنية الأتوبيس. شاب في الوقت ده يعدي عليها ويعرض عليها توصيلة، وبالفعل تركب معاه. ولكن بعد كام يوم برضو تتلاقى جثتها هي كمان وهي مخنوقة بالتيشيرت بتاعها. الجثث لما بدأت تتلاقى والموضوع بدأ ان هو يتعرف وينتشر ما بين الناس، بدأت الجرائم دي تهدى شوية لمدة حوالي 10 شهور، لحد ما في نوفمبر من نفس السنة ست اسمها كيم وعندها 48 سنة. الست دي ركبت مع واحد وقف لها برضو في موقف من مواقف الأتوبيس، والجو في اليوم ده كان ساقع جدا، وبرضه نفس السيناريو. ولكن المرة دي كان في تفصيلة صغيرة هي اللي مختلفة شوية، وهي انهم لما لقوا جثتها لقوا ان الفاعل قص اطراف الصوابع بتاعتها وكمان ضوافرها علشان يخفي اي دليل عليه. وبعدها بشهر وتحديدا 19 ديسمبر من سنة 2008 عمل نفس الحاجة بالظبط مع طالبة في الجامعة عندها 21 سنة، وبرضه المرة دي بيقص ضوافرها وأطراف صوابعها لنفس السبب. فالشرطة بدأت تدعبس كده وتتابع تحركات البنات دي
قبل اختفائهم تحديدا، ولقوا ان اختفائهم كله مرتبط بركوبهم عربية هيونداي ايكوس لونها اسود. وبالفعل قدروا يوصلوا للعربية وكمان لصاحبها من خلال كاميرات المراقبة، ولما تتبعوا خطواته لقوا ان هو كان بيسحب فلوس من ماكينة من ماكينات الATM. ومش كده وبس، ده كمان بيسحب بفيزا من بتوع الضحايا اللي خلص عليهم. الغريبة كمان ان هو كان لابس باروكة وجاكيت اصفر لونه فاقع جدا، ودي حاجة تعتبر في كوريا او في اي مكان في العالم ملفتة جدا، وان مش طبيعي حد يمشي في الشارع ده منظره. وكمان يكتشفوا ان هو لابس واقي ذكري على صوابعه علشان ما يسيبش اي بصمات وراه. ومن هنا الشرطة تقدر توصل له وتقبض عليه بعد 8 ضحايا، وواحدة كانت محظوظة فيهم وقدرت تهرب منه. ودي كانت واحدة ست في الأربعينيات من عمرها، خرجت معاه وخطفها وقعدت معاه حوالي 6 ساعات بس، ولكن من حسن الحظ انها قدرت في الوقت ده ان هي تهرب منه. وقالت في اعترافاتها انه كان شكله طيب جدا، وان هو من السهل كمان انك تثق فيه بسهوله. وقبل ما اقول لكم الشرطه عملت ايه بعد ما قبضت عليه، احنا الاول لازم نعرف مين الشاب الجميل اللي شكله طيب ده زي ما الست قالت عليه. الشاب الجميل ده يا شريك الحبيب يكون كونج هوسن، اللي اتولد يوم 10 سبتمبر سنة 69. ولو مستني مني ان انا اقول لك ان هو قد ايه حياته كانت صعبة ومليانة معاناة، فانت فاهم غلط خالص. لان على عكس قصص كتير بنسمعها عن القتلة المتسلسلين، كونج نشأ في طفولة طبيعية جدا وعيلة مستقرة كمان، وكانوا عايشين في منطقة ريفية زراعية، وامورهم المادية كانت الى حد ما كويسة. ورغم ان عددهم كبير الا ان اهله قدروا ان هم يوفروا ليه ولاخواته حياة كويسة وكمان يدعموهم دايما. الغريب كمان ان كونج كان شاطر جدا في دراسته ودرجاته يعني مفيش بعد كده، وكمان بجانب الدراسة كان بيلعب تايكوندو. ولما جت فترة جيشه دخل الجيش، وبرضه حياته جوه الجيش كانت طبيعية جدا. وده اللي خلى الناس كتيرة تربط شكل الطفولة بتاعته بشكل طفولة تيد باندي، اللي بنفسه هو كمان قال انه اتربى في بيت مثالي جدا واهل كمان بيحبوه. والتشابه الغريب ان باندي كان عنده 5 اخوات وهو كمان كان الوسطاني. المهم كونج ده لما كبر وبقى شاب، صحابه وزمايله قالوا ان هو كان واثق في شكله زيادة عن اللزوم، وكمان مع طيبته وهدوءه في التعامل مع كل الناس، ده كان بيخلي اي حد لو بيقابله لأول مرة يطمن له ويطمن كمان للتعامل معاه. جيرانه كمان وصفوه ان هو شخص لطيف ودمه خفيف جدا ومحبوب جدا جدا من كل الجيران، لدرجة انهم قالوا ان اي حد فينا في المنطقة كان بيتمنى ان هو يجوز له بنته. ولكن اللي ما كانوش يعرفوه ان ده وش واحد بس من مليون وش كانوا عنده. حسب كلام صحابه الرجالة تحديدا، علشان لسه الستات دورهم هيجي، كانوا شايفين جانب تاني تماما غير اللي الستات بتشوف، جانب مهووس بشكله وبالستات بشكل كبير، وكان دايما بيتباهى بعدد البنات اللي يعرفهم وعدد الارقام اللي بياخدها منهم، وكان بيقول بكل ثقة ان هو يقدر يوقع اي ست في كده. وعلشان يثبت الكلام ده حياته الزوجية نفسها كانت أكبر دليل، لأن المعلم كونج اتجوز 4 مرات، و4 مرات ده رقم كبير جدا عند الغرب مش زي شعوبنا العربية، ما بالك في كوريا تحديدا اللي يعتبر الجواز أكتر من مرة هناك حاجة مش طبيعية أصلا. المهم إن صاحبنا ده أول مرة اتجوز كانت سنة 92 وهو في أوائل العشرينات، والجوازة دي استمرت لمدة 5 سنين وخلف منها ولدين، وبعد كده اتطلقوا، ومن بعدها اتجوز مرة تانية. وبالمناسبة ان البنت التانية اللي اتجوزها دي كان عارفها وهو لسه مع الأولى. المهم ان من التانية دي خلف منها ولد، والجوازة قعدت ما بينهم 1 سنة و7 شهور وبس. وفي سنة 2003 وهو عنده 34 سنة يتجوز للمرة الثالثة واحدة أصغر منه ب 12 سنة، وكان ساعتها عندها 22 سنة. والجوازة الثالثة دي من أول التعارف لحد الطلاق قعدت حوالي أقل من سنة. والغريب في كونج إن هو خلال الجوازة دي نفسها كان بيتعرف على اللي هتبقى مراته الرابعة، عامل زي القطر القشاش ما بيستناش. المهم يا شريك الحبيب، برغم شكله الطيب والبريء، مراتاته اللي طلقهم قالوا إن هو كان مهذب جدا قدام الناس ولابق وبيعرف يتكلم كويس، بس ورا الأبواب المقفولة كان عنده ميول جنسية عدوانية معاهم. على مدار السنين كونج اشتغل في شغلانات كتيرة جدا،
وكمان كان فاتح مطعم صغير. كمان ربى حيوانات وكان عنده مشروع لتربية الكلاب الهاسكي. وعلى ذكر الحيوانات هنا تحديدا ظهر أول إنذار حقيقي، لأن رغم الصور اللي كان بيطلع فيها قدام الناس إن هو شخص محب للحيوانات، اتكشف بعد كده إن هو كان بيهمل الكلاب دي. يعني الكلام ده يرضي ربنا؟ لسه بتكلم على الحيوانات وبتاع. لا حول ولا قوة إلا بالله. ردي عليا، الكلام ده ينفع؟ بجد لو مظبط السيناريو مش هيطلع مظبوط كده والله. ليه كده؟ ليه نعمل كده؟ ايه البراءة دي؟ ينفع كده؟ ما ينفعش كده. المهم خلينا نكمل. ربنا يجازي اللي كان السبب. المعلم كونج ده برغم ان هو كان بيظهر قدام الناس ان هو محب للحيوانات ودايما بيتصور معاهم، اتكشف بعد كده ان هو كان بيهمل الكلاب دي باستمرار وبيسيبهم جعانين، وفي منهم كمان اتساب في التلج لحد ما مات من السقعة. وكان بيستخدم الكلاب دي كجزء من صورته الاجتماعية وكمان عشان يقرب للبنات، فكان بيتصور معاهم ويحط الصور دي جوه العربية علشان اي واحدة تيجي وتركب معاه. والكلام ده كله كان من ضمن خطته. شايفة يا بنت الكلب؟ عشان تعرف ان انا بحبك من قلبي ومش بستغلك، عشان لو حد تاني كان شال اللمبة دي وحطتك مكانها. المهم ان اللي كان ورا الحياة دي هي النرجسية والهوس المستمر عنده ان هو يثبت لكل الناس انه صياد ستات، وده اللي خلاه يخون كل زوجاته اللي اتجوزهم ال4. وكان بينزل ويلف بالعربية بتاعته بالليل يجمع ارقام ويتباهى بيها قدام الناس. وعلى ذكر العربية كمان راح واشترى عربية جديدة وغالية كمان مخصوص علشان يستخدمها لاستدراج البنات دول. وغير كده كمان ان هو كان مهووس بالصحة دايما، ودايما مركز ان هو يحافظ على وزنه ودايما يكون فت. ده غير ان هو كان بيمنع نفسه باستمرار من اكل المكرونات او القمح، حتى ان هو كان بيفرض على زوجاته ال4 نفس النظام الغذائي ده بالملي. في سنة 2005 بقى وبعد شهور قليلة من جوازته الرابعة عمل تأمين على الحياة بمبلغ كبير جدا على مراته وحماته. وبعد اسبوع واحد بس من الجواز وهم ال3 نايمين في بيت حماته حصل حريق ضخم جدا، وهو الوحيد اللي قدر يخرج سليم، ومراته وحماته الاتنين ماتوا جوه البيت. بعدها المعلم قدم طلب تعويض بمبلغ 400,000 دولار وقتها، ولكن شركة التأمين ما دخلش دماغها الكلام ده، وبدأت ان هي تشك وتحقق في الواقعة كلها. ولما حسوا ان الموضوع فيه شبهة ما صرفولوش الفلوس خالص. كونج بيقول ان من اللحظة دي كانت بداية انهياره النفسي الحقيقي. السنة اللي بعدها صرف كل الفلوس بتاعته على السهر وعلى النوادي، وكمان بدأ ان هو يتعالج نفسيا. حتى مشاريعه اللي كان عاملها كلها فشلت. ابنه عمل حادثة موتوسيكل، ده غير التحقيق اللي اتفتح في قضية التأمين دي واللي تم اتهامه فيها ان هو اللي دبر الحادثة اللي حصلت كلها. وفي الفترة دي حس ان حياته بدأت تقع واحدة واحدة، وده السبب اللي حوله للوحش ده. طبعا كل الكلام ده ما حدش صدقه، لان كونج وزي ما قلت لكم من البداية هوسه بالستات والسيطرة كان موجود من بدري، وبدأ يخرج بعربيته ويقرب لأي بنت واقفة لوحدها. وبمجرد ما كان بينزل الإزاز البنات اللي واقفين يشوفوه ويكتشفوا قد إيه هو وسيم، وكمان يشوفوا صورته اللي حاططها في العربية هو والكلب الهاسكي بتاعه. فالصورة دي كانت بتدي إحساس بالأمان والبنت تركب معاه على طول. وده كان قريب من نفس الأسلوب اللي كان بيتبعه تيد باندي بعربيته بقى وكلامه وطريقة سحره. كان بيعرف بكل صياعة إن هو يطمن أي بنت، ولو واحدة اترددت شوية هو أو تيد باندي كانوا دايما يستخدموا نفس الحيلة النفسية. هو أنا شكلي وحش ولا إيه؟ هو أنا باين عليا مجرم يعني؟ فيخلي البنت في الوقت ده تحس بالذنب إن هي تشك أصلا في واحد بيحاول إن هو يساعدها. وأول ما البنت تدخل العربية كان يسيطر عليها بالقوة، وبعد كده يعتدي عليها جسديا. ولما يخلص القرف بتاعه ده يستخدم شرابها الشفاف ويخنقها بيه. وزي ما قلت لكم الشرابات دي كانت مشهورة جدا في وقتها. الفكرة بقى واللي يمكن دي حاجة البنات هتعرفها ان الشرابات دي بتمط وضعيفة جدا، يعني ممكن اصلا تتقطع من الشد بسهولة. وده اللي هيحلله الاطباء النفسيين الجنائيين بعد كده ان هو كان بيتعمد يعمل كده عن قصد، وده راجع ان هو كان بيحاول يطول اللحظات بتاعة موت البنات دي، وكأنه بيستمتع بالألم والمعاناة اللي شايفها قدامه. ولو ذاكرتكم تجيب ان من ضمن الاختفاءات اللي ذكرتها لكم كانوا بنتين شغالين في كازينو او حانة. كونج اصلا ما كانش بيشرب، لكنه كان بيستهدف النوع ده من الستات
لانه شايف فيهم صيدة سهلة. فكان بيدخل الحانات دي ويبدأ ان هو يمثل انه مستمتع بالجو وسكران زيهم، لحد ما يستدرجهم وهم سكرانين ومش في وعيهم ويركبهم معاه العربية ويعمل اللي يعمله. كمان كل الجرائم دي كانت في الكنبة الخلفية بتاعة عربيته. كونج بعد ما اتقبض عليه وفي التحقيقات سألوه عن واحدة معينة من الضحايا، والبنت دي برضو لو تفتكروا كان اسمها كيم وعندها 37 سنة، وذكرتها لكم في بداية القضية وقلت لكم ان البنت دي تحديدا اتقابلوا وراحوا اوتيل مع بعض وقضوا ليلة من اياهم سوا. البنت دي كانت تعتبر اكتر بنت قعدت معاه، ويعتبر كان ما بينهم مشاعر، والموضوع كمان كان بالتراضي. فالشرطة سألوه طب انت ليه دي تحديدا قتلتها؟ وهنا كان الرد المفجع منه لما قال لهم ان هو كان نازل الليلة دي بنية ان هو يخلص على اي حد، فكان لازم ان انا انفذ الشعور ده، يعني ده قرار متاخد حتى لو حسيت باي مشاعر. انت متخيل يا شريك العزيز احنا بنتعامل مع ايه؟ الغريب اكتر واكتر ان في الاوقات اللي كان بينفذ فيها الجرائم بتاعته دي كان عنده 3 اصحاب بنات، ودول كانوا اصحابه المقربين. بعد كل واقعة من دول كان بيقابلهم ويقعد معاهم بعد ساعتين مثلا ولا حاجة من الجريمة اللي عاملها، والغريب ان مفيش ولا واحدة فيهم كانت بتحس ولا بتلاحظ عليه حتى اي حاجة غريبة. كونج عدد الضحايا اللي اعترف بيهم كانوا 8 بس، ولكن في احتمال كبير ان العدد كان كمان اكتر من كده، لان اللي دايما كان بيقولوا للمحققين هاتولي اي دليل وانا اعترف لكم، لكن غير كده اخبطوا دماغكم في الحيط. وكان في كلام عن احتمال لضحيتين كمان، والاتنين دول كانوا زوجته وحماته اللي ماتوا جوه البيت وهو بيولع، ولكن الكلام ده للأسف ما اتثبتش رسمي. وكمان اللي حلوه بعد كده المحللين والمحققين ان كان في عامل مشترك ما بين زوجاته ال4 وكمان الضحايا ال8. كونج كان دايما في حياته بيختار ستات وزنهم اقل من 50 كيلو، قصيرين وجسمهم نحيف، حتى هو كان قصير وجسمه برضه على قده، فكان دايما بيختار اي حد يقدر يسيطر ويتحكم فيه تحكم كامل من غير ما يقدر يقاومه. اللي حير المحققين كمان وحير الاخصائيين النفسيين اللي كانوا بيحققوا معاه ان كونج ما كانش شخص سهل تماما. الاخصائيين النفسيين كانوا بيقولوا ان احنا بنبص في عين واحد شيطان، وكونج نفسه قالها صريحة انا راجل سايكوباتي. ولما سألوه انت ليه بتقول على نفسك كده، قال ان هو شاف برنامج تلفزيوني كان بيتكلم عن السايكوباتيين وحس ان اغلب الصفات اللي بيتكلموا عليها موجودة فيه. المحققين كمان لاحظوا حاجة غريبة جدا، وهي ان مفيش اي تغيير في مشاعره. نبرة صوته واحدة، لا بيعلى ولا بيوطى، ما بيزعلش وما بيفرحش، لدرجة ان بعض المحققين نفسهم كانوا بيسألوا نفسهم هو ده فعلا قاتل متسلسل ولا حد عبيط بيشتغلنا؟ وعلى عكس كتير من القتلة المتسلسلين اللي بيبقوا عاطلين او عندهم مشاكل مادية او منعزلين مع حالهم مثلا، كان العكس تماما، راجل اجتماعي بامتياز. وده اللي خلى المحققين يشبهوه في كل حاجة بتيد باندي او باسلوب القتلة المتسلسلين الغربيين، لان القتلة المتسلسلين الاسيويين بيبقوا مايلين اكتر للانطواء والوحدة. في القضايا بقى الكبيرة اللي موجودة في كوريا الجنوبية لازم يحصل اعادة تمثيل للجرائم اللي اتعملت دي عشان بيستخدموها كدليل مهم في المحكمة. وفي الاوقات دي الناس كانوا ملتفين حواليه وبيعبروا عن غضبهم تجاهه بانهم بيحدفوا عليه اي حاجة موجودة في ايديهم. خلال التحقيق كمان كان بيظهر تصرفات غريبة جدا منه لما كانوا بيطلبوا له الاكل اللي هياكله، فكانوا بيطلبوا له مثلا نودلز كوري، فكان يقول لهم ان النودلز دي وحشة ومضرة بالصحة. وده اللي خلى المحققين ياخدوا بالهم ان حتى وهو مقبوض عليه كان صارم جدا في النظام الغذائي بتاعه، ودايما مهتم بجسمه وبشكله، وده ملفت جدا للتوقيت اللي هو في انت في ايه ولا في ايه ولا. ولما يجي كمان سيرة الستات او الكلام عن العلاقات عينه كانت بتنور على حسب ما توصف. كان دايما دي المواضيع المفضلة ليه ان هم يتكلموا فيها معاه، وكان دايما بيتفاخر ان هو يقدر يسيطر على اي ست لو قعد بس يتكلم معاها ساعة. واحد كمان من علماء النفس المشهورين ساعتها لما قعدوا معاه قال انا نفسي كنت هتسحر بالسحر بتاعه ده، لان كونج كان دايما بيحاول يسيطر على الحوار بأي شكل. مثلا وانا قاعد بتكلم معاه كان يقول لي طب على الاقل هات لي كوبايه ميه اشرب. وبدأ عالم النفس ده ان هو يلاحظ ان هو لو طوعه هيبقى بيديله فرصة يسيطر عليه
ويتحكم في الحوار. المهم ان كل اللي توصلوا له واللي قالوا ان كل اللي كان بيعمله ده كان مجرد للمتعة والغرور الشخصي، وما كانش عنده اي دافع تاني تماما. الستات بالنسبة له هي ادوات للسيطرة وللفلوس وبس. كونج اتحكم عليه بالإعدام، ولكن للأسف إن الإعدام في كوريا في التسعينات كان متوقف، فكونج لحد النهاردة قاعد في السجن لحد ما يعفن، وتصنف على إنه آخر قاتل متسلسل اتقبض عليه في كوريا الجنوبية كلها. وليه بقى آخر قاتل متسلسل تحديدا؟ لأن مع انتشار التكنولوجي والكاميرات بتاعة المراقبة اللي موجودة في كل مكان في كوريا، بقى من الصعب إن أي حد يقدر ينفذ تسلسل من الجرائم بالشكل ده لوقت طويل من غير ما يتقفش. ولو الاسيويين بيجننوك وبتحب القضايا الكورية واليابانية وغيره، عملت لكم بلاي ليست كاملة بكل القضايا الاسيوية اللي اتعملت على القناة، تقدروا تدوسوا على الصورة اللي قدامكم دي وتقضوا السهرة كلها عليها. سلام.